خناقة بين محمد فوزي وفريد الأطرش بسبب أغنية زنوبة وبسببها دخلوا المحكمة. خلال إنتاج فيلم إذا أنساك، كان السيناريو يتطلب ضمن الأحداث الجارية للفيلم أن يتم تدعيمه بأغنية شعبية، وفي ذلك الوقت بحث فريد الأطرش عن كلمات تصلح إلى ذلك الفيلم. وفي ذلك الوقت قدم المؤلف محمود فهمي إبراهيم كلمات لأغنية زنوب، وأعجب بها فريد الأطرش، وخلال ساعات أنجز فريد اللحن الخاص بالأغنية، وبعد 3 أيام تم تسجيل الأغنية، وتوقع لها أنها ستكون أغنية الموسم. ولم يكذب خبر، فأصبحت الأغنية هي أغنية الموسم، وبدأت الجماهير تطالب بإذاعة هذه الأغنية بشكل كبير ومتوسع، حتى أنها تمت إذاعتها في يوم 11 مرة. وفي ذلك الوقت محمد فوزي سارع بأن يشتري حقوق تسجيل الأغنية علي أسطوانات، وتعاقدت معه جمعية المؤلفين، وتم الاتفاق مع الفنانة صباح علي تسجيل الأغنية بصوتها. وفي نفس التوقيت كانت شركة كايروفون تحاول أن تتعاقد على تسجيل الأغنية، ولكنها فشلت لأن الشركة غير مسجلة في جمعية المؤلفين. واتفقت الشركة مع مؤلف الأغنية مقابل مبلغ معين ومضي عقد لها عقد، ووصل الخبر إلى جمعية المؤلفين، فقررت إنذار المؤلف بالفصل بسبب مخالفة قوانين الجمعية. وفي ذلك الوقت أرسلت شركة كايروفون لشركة أفلام الخاصة بالفنان فريد الأطرش تطلب التنازل عن حقوق استغلال الأغنية مقابل 300 جنيه. ولكن شركة الأطرش لم تكن على علم بكل مجريات الأحداث، طلبت رفع المبلغ إلى 500 جنيه. وفي هذا التوقيت تعاقدت الشركة مع الفنانة نجاح سلام لكي تغني هذه الأغنية، وتم تسجيلها في استوديو مصر. وخلال التسجيل وصل خبر إلى الفنان محمد فوزي، فاعتبر أن هذا اعتداء علي حقوق شركته، ورفع دعوى أمام المحكمة، وطلب خلالها الحجز لدى استوديو مصر على كل ما شارك في أغنية زنوبة، وتم الحجز علي الأغنية.